ماشي درت الاشهار ولكن نداء للناس اللي هما يعني استحقوا العشور وما يخرجوش. هذا ماشي اشهار. وصلتوا 650 الكيلو د الحبوب، داكشي اللي يعني من فوق 650 خصكم تخرجوا العشور، وتخرجوا العشور على كل شيء من داك 650 والباقي اللي فوق 650 تخرجوا العشور على كل شيء. والله يحضر البركه للجميع، وخرج يا اخي العزيز ولا اختي العزيزه العشور، اعطي حق الله وسيد ربي يحضر لك البركه، والبركه ما عمرها تخطى لك من الدار ديالك، سواء في الزيت في الزرع في الفلوس في التجاره، فاش ما خرجت العشور سيد ربي يحضر لك البركه ويحفظك. شكرا لكم اخواني، ما نساوش ابوني اخوكم الصغاري. مشاهدين متتبعين ديالنا العزاز الغاليين، صباح الخير عليكم، صباح الخير والرباح. اخواني الزيتون، البارح مشيت للسوق لقيت البيدو ديال الزيتون يدير 75 درهم في السوق في الحد ديال غفسي. اخواني هذه البركه ديال الزيت، قولوا لنا الله يجعلنا ناكلوها وطويل العمار لنا وليلكم. اخواني باش نخرجوا من هذه البركه العشور، ولادي عباو حقا والبركه ديالي ما نخرج منها العشور. هي هذه يا غنوريكم البوطه اللي باش نعبروا منها هالنهار السوق الاثنين، باش نعمروا القراعي ونعطيوه اللي يستحقوا، يعني كل واحد القرعه ديالو اللي يستحق. راه كاين المساكين، كاين اللي ما عندهمش الزيتون، كاين اللي ما عندهمش الزيت. صباح الخير المتابعين ديالي، كنتم لاباس عليكم على خير وبخير، الاحوال طيبه، الامور هانيه. انا بغيكم نتمنى من الله يكون على خير وبخير، وانا بغيكم عا فرحانين نشطانين كما نقول لكم ديما. وسامحوني هذا 40 ما بقيتش معكم في ديوات، انا مشيت ركبت السناقون مبروك بعد. بقيت شي نقول لهم قيوا ابوني. هذه 40 يوم يحرقوني والله، باقي لدابا يحرقوني. شويه دابا مبقيتش كما كنت، الماكله والو ما ناكل شيء. المهم دابا نشاركوا معكم الزيت ديالنا. نتوما شفتوا في الطوموبيل وفي الماكينه وفي التعمر كل شيء. عفوا، اولادي عباو رزقهم وباقي الرزيق ديالنا ما خرجوا منه العشور الى قبل الله منا، يا ربي قبلوا منا يا ربي، الله يتقبل منا ومن المسلمين اللي يسحقوا كامل يعبي الحقيقه ديالو قد الطاقه ديالو. المهم هذا ديالنا بقاو لنا هنايا، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، واخرى باقي برا بنخرجوا منها العشور. احنا نوريوها لكم. طلبوا الله معنا احنا والمسلمين، الدخل شي الزياق يكونوا بالصحه والسلامه وطول العمر والهناء، وهالشي اللي نتمنى على ربي احنا والامه سيدنا محمد كامله. الله يحضر البركه للجميع، الله يحضر البركه للجميع. هادشي اللي كاين المتابعين ديالي الحبايب، وتابعوني للبوطه. غنعمروا عاوتاني القراعي اللي باش نعطيوهم نفرقوهم على الناس اللي يستحقوا. ها هو المتابعين ديالنا، البوطه اللي بنعمروا منها كتب الله. بسم الله. علي نفيف، علي نفيف، علي نفيف، نفيف، خبطوا. البركه اللي مازال باش نخرجوها هي هذه. متتبعين الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني العشور ماشي اشهار، الناس اللي نعطيوها من الزيت ما نصوروش معاهم، حقاش هذايا حق الله. هذا نداء للناس اللي عندهم الزيتون ووصلوا 650 كيلو ديال الحبوب، حق عليهم يخرجوا حق الله، ماشي حق الناس، حق الله. سيد ربي اللي خلانا يعني عطانا هذا الرزق وعطانا هذا الخير باش نخرجوا منه العشور. ندوصل اخي 650 كيلو ديال الحبوب، حق عليك تخرج حق الله.
ما نقولش يا ودي الزيت يدير 1600 ولا 1800 ولا 100 درهم، يمكن لي الا عطيه يطرو لشي واحد بينقص لي، راه ما ينقصلكش، راه يزداد لك في البوطه ويزداد لك عند الله ويزداد لك في الحسنات. اخواني حنا خرجنا واحد البركه، خرجنا عطيناها المواليها ملي طحنا وجينا، هذه دابا يمكن 15 يوم باش طحنا وجينا، وبقينا نهار غدا واحد البركه خرجناها وعطيناها المواليها اللي يستحقوها. كل واحد دا واحد البركه، ولادي داو ديالهم، يعني هذوك ضربوا عليه تماره وسقطوه ولقطوه وجمعوه، داو البركه ديالهم. وديالي خرجت منه واحد البركه كما قلت لكم للناس اللي يستحقوها، وبقات لي هذه البركه ضارب الحساب، بقات لي هذه البركه. انا عبرت دابا النهار عندنا السوق الاثنين قريب للدار، ودابا نوض في الصباح وفطرنا وسالينا وعبرت هذه البركه باش المراه تفرقها على الناس اللي يستحقوها. يعني تخرج للسوق المراه اللي تستحق ولا الراجل اللي يستحق، مسكين ولا مسكينه، تعطيه قرعه ديال ود اليطرو. هذا من القراعي الكبار معمرين فيهم قرعه من وحده من هنا اليطرو، يطرو فيها هذه وهذه فيها يطرو، وهذا ميطريوي ما سمناش القراعه اللي يطرو. المهم القراعي اللي مادام، والناس الاخرين داو البركه ديالهم. وهذه البركه هذه اللي مازال عندنا ماشي ديالنا حق الله، ضروري خصنا نخرجوها. اخواني ما نقولش باش ننقص لك من البوطه ولا ننقص لك من سميتو ديالك، لا بالعكس هي داو بالله، هي راه تزداد لك ان شاء الله، تزداد لك في البوطه الزيت وتزداد لك في الحسنات، وسيد ربي يعطيك البركه، ويعني سيد ربي يكون الحضر البركه، الحضر في البركه، سيد ربي يحضر لك البركه. واحد السيد كان يعني فلاح وتغانن مع ولادو، يعني دخل 100 خنشه ديال الزرع وتغانن مع ولدو يقول له لا ما نخرجوش 10 الخناشي بزاف، هو يقول له لا هذاك ماشي ديالنا ولدي الله يرضى يخرجوا. تغانن مع ولدو يقول له با شنو يقول له با انت ما ضربت لا تماره لا والو، انت جالس وانت خرجنا 10 الخناشي راه ميزانيه كبيره. بقى عليه ديك السيد حتى رغب ولدو الله يرضى عليك ولدي الله يرضى عليك ولدي، خرج ديك الولد 10 الخناشي ديال الزرع وعطاها من مواليهم. ولا غدا قال له ولدي حسب لي هاد الخناشي كل 10 دوز من بوحدهم. منين حسب ديك الولد 10 ديك الخناشي كان عنده 100 خنشه نقص 10 بقات 90. ملي حسب لنا غدا ديال الخناشي لقى 100 خنشه. يعني هادشي اللي قالوا لنا والدينا، سمعت من الوالدين. سيد ربي ديك الخناشي ردم له، كون له البركه وردم له. اخواني الا عجبكم الفيديو ما نساوش ابوني وجيم الله يسهل عليكم الله يحفظكم. كل ما طحنا خرجنا البركه اللي يستحق علينا حق الناس، خرجناه بالصحه والراحه بصحتهم وبراحتهم، يعني من القلب الخالص ما يبقاش فينا. هذا ماشي ديالنا، اللي ديالنا هو هدايا الى سيد ربي، يعني طولنا في العمر باش نقولوا خصها الصحه والسلامه. هادشي اللي كاين المراه. يلا اخواني ما نساوش ابوني وجيم اخوكم الصغاري على القناه الصغاري اميره، وشكرا لكم على المتابعه. يلا الحبيب ديالي تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، وشكرا على المتابعه ديالكم والتعليق ديالكم. انا نبغيكم بزاف كما تبغيونا نتوما، نبغيكم حنايا. شكرا لكم الحبايب، باي باي عليكم.